مرحبا، شلونكم؟ يا رب تكونون بأفضل حال. اليوم إن شاء الله الفيديو روتين، وإذا روتين معناها أكو خياطة. واليوم راح أجاوبكم ليش القناة اختفت وليش بديت على هذه القناة من الصفر، وراح نطبخ أسهل وأطيب مقلوبة بنفس الوقت. ومثل ما شفتوا بنات بالبداية، الدجاج مخليته على النار بس شوية، ضفت زيت وضفت التوابل وخليته على نار كلش هادئة لحد ما يستوي بدون ما تضيفون أي مي، لأن النار كلش هادئة فراح يستوي على البخار. وبعدها حضرت جدر، وبالنسبة للطماطة والبصل والفلفل بس أقطعهم وأضيفهم. وبالنسبة للبوتيتا دهنت الوجه بشوية زيت ودخلتها للفرن. ودائما من أشتغل المقلوبة بهذه الطريقة فأضيف ورق الزبدة. من زمان أنا معتمدة هذه الطريقة، سهلة وطعمها كلش طيب، لأن الخضروات والدجاج والتمن مطبوخين بجدر واحد. وبعد ما أجهز الخضروات والدجاج بهذه الطريقة، بعدها التمن ضروري يكون منقوع بنات أقل شي نص ساعة، حتى ما يطلع وياكم حبة مستوية وحبة لا. كلش ضروري بهذه الطريقة التمن يتنقع أقل شي نص ساعة. وهنا عندي كيلو من التمن، طبعا قلتلكم نقعته. وبعدها ضفت الملح، ضفت البابريكا الخشنة، وضفت بهارات الدجاج، وضفت المعجون. وهذه الطريقة راح أغلف التمن بالتوابل اللي ضفناها. وبعد هذا الخطوة راح أكبس المقلوبة. وهسه بنات أحكي لكم ليش ذيك القناة الأولى راحت. يعني هي القناة من البداية بها مشكلة، وقعدت فترة كلش طويلة ما أقدر أنزل على القناة، فالحمد لله والشكر راح كل تعبي ورجعت على هذا القناة. وهذه القناة مثل ما تعرفون بديت بها من الصفر، وإن شاء الله راح أستمر على هذه القناة. وذيك القناة هم راح أتركها، شو وقت ما أقدر راح أنزلكم عليها خياطة، لأن أكو بنات من ظهرت لهن هذه القناة يكتبون تعليقات يقولون جاي نبحث عن قناة بس ما تطلع. المهم هي هذه القناة نفس اسم القناة السابقة ونفس الصورة مالتها، فادعولي أقدر أستمر على هذه القناة إن شاء الله وما تكون بها مشاكل. وهنا المقلوبة مالتنا صارت جاهزة، أتمنى تجربوها بنفس الطريقة بنات، ما راح تخسرون شي طعمها ولا غلطة. وهذا الفصل بنات طبعا مو هسه تصوير، موجود على التليفون فحبيت أنزله لكم، كلش راح تستفادون منه. هذا فستان مخيط من مترتين ونص. هنا بنات مثل ما قلت لكم القماش مترتين ونص. أول شي تسوونه قبل لا تفصلون، تفصلون 50 سنتيم اللي هو نص متر للردن بنات، لازم من البداية تفصلونها. وبعدها تفصلون البدن، وهذه حافة القماش لازم تتخلصون منها حتى ما تكون أخطاء عندكم بالموديل. وطبعا عرض الكتف 20 سنتيم، هذا الموديل اكسل لارج بنات. بعد ما تاخذون عرض الكتف 20 سنتيم تنزلون حفرة الردن 23 سنتيم. وبعدها تاخذون محيط الصدر بنات. هنا محيط الصدر أخذت 33 سنتيم، وأكيد على قياس البنية. انتو هنا بنات اخذوا بس تفاصيل الموديل، أكيد من تجيكم الزبونة تاخذون قياسها أو دشداشة إلها حتى ما تطلع عندكم أخطاء. هنا عندنا حفرة الردن، ترجعون تاخذون 5 سنتيمات تاخذوها مثل حرف الأر. بعدها التخصيرة طبعا ثابتة 15 سنتيم اللي هو فتر. كل قطعة من هذه القطع اللي قصيتهن فهي 40 سنتيم. 40 سنتيم بنات الطول مو العرض. العرض مثل ما شفتوا كل طبقة أخذت منها، الطبقة الأولى أخذت منها لأن ردت منها تخصيرة، والطبقة الثانية أما الطبقة الأخيرة فما راح أخذ منها أي قماش. الفصال واضح بنات مثل ما جاي تشوفون. وبنات نقطة كلش ضرورية، لازم القطعة تنغسل قبل الخياطة، وخاصة إذا كشمير، لأن الكشمير مرات يطفر ومرات يذوب طول، فانتم حتى ما يطلع عندكم أخطاء بالموديل اغسلوا القطعة قبل الفصال بنات. وهذا شكل الفصال قبل الخياطة. وإذا مبتدئين بالخياطة وأول مرة تفصلون فدائما جيبوا السفرة، تقدرون تفصلون الموديل أكثر من مرة وتعرفون شنو أخطاءكم وتعالجوها. وهنا عندي حفرة الظهر مثل ما تشوفون، طبعا العرض يكون 8 سنتيم وتنزلون بيها 2 سنتيم أو 3 مو أكثر.
وهنا حفرة الردم. بنات شوفوا الطريقة كلش سهلة. وبعد ما فصلت الظهر عن الصدر فهسه ناخذ حفرة الصدر. مثل ما قلت لكم العرض 8 سنتيم، وهنا نزلت بحفرة الصدر 16 سنتيم مو 20. يعني الموديل أبد ما بيشغل بالصدر، ف16 كلش كافي. وفستان والبنية ما رادت دلع فأخذت 16. إذا دشداشة عادية خذوها بنات 18 أو 20. هنا عندي تغليفة الصدر راح آخذ قطعة 30 سنتيم في 40. تخلون القماش الوجه على الوجه لأن هو راح ينقلب بعد الخياط. وبعدها تخيطون التغليفة بهذه الطريقة، وبعد ما تخلصون الخياط تقصون هذا القماش الزايد. ولأن فتحة الصدر دائرية فما نحتاج لاصق، لأن تغليفة القصة الدائرية كلش سهلة. وبعد ما تقصون هذا القماش أهم شي القرضات هاي الناعمة، وتتأكدون إن ما توصلون للخياط. وبهذه الطريقة بنات مثل ما جاي تشوفون. وهذه التغليفة هي أسهل تغليفة للمبتدئات بالخياطة. طبعا إذا تقدرين التغليف يكون عندك سهل فأكثر شي غلفوا بشريط التغليف لأن يكون أسرع من هاي التغليفة. بس إذا مبتدئين فهذه أسهل طريقة تقدرون تغلفون بيها الدشاديش. والشي الثاني تقدرون تكووها قبل الخياط، يعني قبل لا تخيطون بهاي الطريقة بعد ما تخيطون التغليفة تقلبوها وتكووها، وبعدها يلا تاخذونها تقل على الوجه. وهنا بعد ما غلفت فتحة الصدر والظهر طبقت الأكتاف، وبعدها راح أخيط اللاستيك. بنات هاي تكون بكرة لاستيك، تلفوها بالمكوك بدل خيط المكوك وتشتغلون بيها بهذه الطريقة. وهنا بعد ما خيطت اللاستيك خيطت القطعة الأولى. وهذا الفستان متكون من 3 طبقات بنات، والطبقات بيها كسرات. فهنا سويت خليت الماكينة على رقم 5، وبعد ما تخيطون على رقم 5 تسحبون الخيط وبهذه الطريقة بنات حتى تصير وياكم الكسرات. هنا شلون راح يصير الخياط مالتها؟ القطعة الأولى مو صارت بيها كركش، راح تصير الجواها بدون كركش، فراح تصير القطعة العدلة على القطعة اللي بيها الكركش. بهذه الطريقة بنات مثل ما جاي تشوفون. وبعد ما تخيطون القطع تاخذوها تقل على الوجه بنات، كلش راح يرطب القماش. وكل القطع راح تتخيط بنفس الطريقة بنات، تتخيط القطعة على القطعة وبعدها تاخذوها تقل على الوجه، وتقدرون تضيفون دانتيل كلش ناعم. وبعدها راح أطبق الجوانب وأخيطهم سوا. أتمنى يكون الموديل واضح وياكم، وأي سؤال إن شاء الله جاوبكم عليه بالتعليقات بنات. وتقدرون تغيرون بالموديل، تقدرون تخلون مسطرة دقم بس على الصدر. وأي موديل حابين أنزل فصال أو خياطة اكتبولي بنات، وإن شاء الله أحاول بأقرب وقت أنزله لكم. ودائما تجيبولنا قطعة مترتين ونص ونتورط بيها، فإن شاء الله أنزلكم هيج موديلات سهلة وبنفس الوقت مرتبة، وتكون من 2.5 متر قماش. فهنا خلص ويانا الموديل. أتمنى استفاديتوا منه، وإن شاء الله أشوفكم بالفيديوهات الجاية. أترككم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.